الفترة اللي فاتت أصيب الشعب المصري بالإحباط، أصيب الشعب المصري بحالة من القرف والإحباط والابتعاد عن الإعلام. على مدار 19 يوم اللي فاتوا الحالة النفسية لشعب مصر تراجعت، لأنه حس إن إغلاق قناة الفراعين ليس معناه إغلاق قناة الفراعين، وإنما إن الشعب كله خد على قفاه. الشعب خرج في يونيو وأطاح بالإخوان ودمر الموجة الأولى الموجة الأولى من أمواج الجيل الرابع للحروب، فشعر بالنصر وشعر بالثقة في النفس، وأعاد إلى نفسه ووجدانه عزتها وقدرتها. فأصيب بصدمة عندما علم بغلق قناة الفراعين، فحدثت حالة من الاكتئاب النفسي، لأن الشعب استشعر إن المثل اللي بيقول وكأنك يا أبو زيد ما غزيت هو اللي شايفه دلوقتي. القضية كانت بالنسبة للشعب هي قضية مستقبل، إن القناة التي حملت على كاهلها ثورة بأسرها ونجحت الثورة تم إغلاق هذه القناة.